مرحبا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ اليوم وصفتنا هي كيكة الجوز من أطيب الكيكات عن جد. كيكة كتير لذيذة وأنا كل فترة هيك بحب أعملها على طول. رح نبلش ونقول بسم الله. وهون حطيت 5 بيضات. وراح أضيف عليهم الفانيلا. وكمان بضيف عليهم عطول بحب ضيف على الكيك البرش البرتقال أو الليمون أو المتوفر عندكن. طبعا أنا عطول هيك بجهزهم وبحطهم بالفريزر دائما. بكونوا موجودين عندي لما بعمل كيك. وكمان بحط له معلقة الخل الأبيض. وبلش بخفقه كتير منيح. لازم أخفقه يعني تقريبا 10 دقايق لربع ساعة لحتى يضاعف حجم البيض وشوي كمان. بتخفقوهن كتير منيح. هي شغلة كتير ضرورية. فيكن أنا هون عندي بخفقهم بالميكسر، أو فيكن تخفقوهم بالخفاقة أو مثل ما بتحبوا. تمام لحتى يضاعف حجم البيض. وبعدين رح أضيف له السكر. طبعا بالنسبة للسكر إذا بتحبوا الكيك حلو فضيفوا له 1.5 كاسة مثل ما أنا بعمل، بحبه كتير حلو. وطبعا كيكة الجوز بتقبل إنه يكون الكيك حلو. أو فيكن تضيفوا بس 1 كاسة. تمام وبنخفقها كتير منيح. وهلأ هون ضفت 3/4 كاسة زيت نباتي وكمان بخفقه كتير منيح. وبعدين بحضر خليط المواد الجافة. بحط الطحين وبحط مع البيكنج باودر ورشة الملح كمان ما تنسوها، وحليب البودرة، وكمان معلقتين النشا كتير ضروري. بنخلهم كتير منيح كلهم مع بعض. وهلأ رح أضيف البهارات يلي هي جوزة الطيب وقرنفل وقرفة مطحونين. وطبعا على حسب ما بتحبوا البهارات بتضيفوا الكمية. إذا ما كنتوا بتحبوهم كتير فلا تكتروا. بس هو طعمته يعني هذا الكيك طعمته بالبهارات. وهلأ هون بلش ضيف المواد الجافة، ومع بكون سخنت كاسة مي عم تغلي. وبضيفهم بالتدريج وبحرك بإيدي هيك لحتى أخلص كل الكمية. وطبعا هذا هو القوام اللي أنا بدي أحصل عليه، ما يكون كتير سميك ولا كتير سائل يعني. بجهز القالب. وطبعا هون كمان بتضيفوا الجوز كميته على حسب ما انتوا بتحبوا. واكيد كل المقادير رح اكتب لكم اياها بصندوق الوصف. وهون دهنت القالب بالطحينة ورح صب الكيك. وكمان لازم اول اشي قبل ما نبلش بعمل اي شي بالكيك بنكون حمينا الفرن كتير منيح. وبس لنحط الكيك هلأ بنحطه على حرارة متوسطة وما بتفتحوا الفرن أبدا. انتبهوا لهي القصة. لبعد 45 أو 50 دقيقة طبعا على حسب انتو حرارة فرنكن. وهيك صار جاهز الكيك مثل ما انكم شايفين. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الوصفة، جربوها عن جد كتير طيبة. وصحتين وعافية على قلبكن. إذا عم تحبوا فيديوهاتي اعملوا لي لايك ودعموني.